السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدام من قناة السير باندا. طبعا اليوم فلوق جديد. فلوق اليوم يا اخواني مباراة العين امام دبل الحصن. مباراة مع الاسف كل المباريات نقولها مش سهلة، ولكن هالمباراة انا واثق لين الحين نحن واثقين، والعين قاعد يرجع حبة حبة لين الدرب الصحيح. طبعا انا مش حاضر المباراة بروحي، انا حاضر اغطيها، ولكن عندي 3 ضيوف حلوين وجميلين. طبعا الضيف الاول احمد الكندري، كم تتوقع نتيجة مباراة اليوم؟ اول شيء السلام عليكم. ثاني شيء 3-0 للعين. انا احس لابا بيقبل جولين وكاكو بيعلقها في ويكك ان شاء الله. الضيف الثاني عبد الله، كم تتوقع نتيجة مباراة اليوم؟ أول شيء السلام عليكم. ثاني شيء أتوقع إن شاء الله 4-0. عندي إحساس إن سنابريا بيقول هاترك إن شاء الله، وصفيان بيفتح المباراة بيقول الجول الأول. والضيف الثالث محمد، كم تتوقع نتيجة مباراة اليوم؟ أول شيء السلام عليكم. والنتيجة أحس 3-1 للعين، بيكون جولين حيمي وجول لابا أو جول سنابريا. مع وصول حفلة الزعيم ونزول اللاعبين. طبعا دخلنا الملعب ونفس ما تشوفون تشكيلة نادي العين تشكيلة جميلة جدا. هاي التشكيلة يمكن من زمان ما شفناها، من زمان ما شفنا العين يلعب مع لابا ورحيمي وكاكو أساسيين. وأيضا نشوف اللاعب الجديد اللي هو القلب الدفاع الأيمن نيانغ. هذا اللاعب جربه هو في مباراة العين وأستون فيلا، ممكن أن انعجب في اللاعب فأعطاه فرصته الحين في مباراة اليوم أمام دبل الحصن. وهني مع مشجعين الأمة العيناوي يعطيك العافية، كم تتوقع نتيجة مباراة اليوم؟ 5-6. تحسها يعني هاي المباراة سهلة ولعيبة العين يعني بيعطون هذه النتيجة وهذه المباراة عيدية حق جماهيرهم؟ خالصة المباراة 6-5، يعني هاي بتكون عيدية، هي 3 نقاط. ومع جماهير دبل الحصن يعطيك العافية وكل عام وانت بخير. شو تتوقع مباراة اليوم؟ مباراة ضد العين مش سهلة، ولكن العين يمر في دروب من آخر فترة. والله تبى الصراحة أكيد يعني بطل آسيا، حتى لو العين نزل مستواه ترى العين ترى كبير، يبقى كبير الصراحة، والحصنوية نحن قادرين إن شاء الله. كم تتوقع التخلص المباراة؟ خسارة على تعادل، مو بعارف، ها يا تعادل يا خسارة. مش متفائل بالفوز؟ صعب شوي الفوز الصراحة، بس نقول إن شاء الله إن شاء الله فايزين، نحن نتأمل إن شاء الله بالفوز. تتوقع المباراة راح تنتهي يعني فوق الهدفين، أكثر عن هدفين راح يكون ولا أقل عن الهدفين؟ 2-1 أو 1-1، يعني ما راح يطوف الهدفين؟ أكيد. ومع لاعبين الفريقين يجرون عمليات الإحماء. وابتدت المباراة على بركة الله. يلا يا رب وفق العين اليوم. كل عام وانتم بخير، واتمنى ان العين اليوم يعطينا اغلى هدية واول عيدية ان شاء الله يا رب. كرة تعود الآن أمامية، محاولة ممتازة إلى سفيان سجلها. العين يسجل هدف في الدقيقة 35، ولكن الحكم يلغي بداعي التسلل. كوندي والبحث عن زميل. حلوة اللعبة والتمرير. ومع الأسف في الدقيقة 42 يتلقى نادي العين أول كرت أحمر في هذه المباراة، والكرت الأحمر من اللاعب الجديد نيانغ. 20 لكن تركها إلى كوندي وحده. يا سلام كوندي. ومع الأسف العين يتلقى أول هدف في المباراة
يعني طريقة حرام، والله حرام ان العين ياخذ هدف بهالطريقة. يا اخي العرقلة يعني ما نعرف، نحن راح نخليها لاصحاب الخبرة التحكيمية، يعني هم راح يطلعون اللقطة ويعطونا رايهم في الموضوع، ولكن هي ما لها داعي الطرد. وثاني شيء المكان خطير، يعني 90% هدف. هذه نفس البلنتي، هالاماكن من الفاولات تكون نفس البلنتي. دبل حصن 1 العين 0. دبل حصن تمريرة في الأمام، محاولة وصلت هذه، يا عيني يا سلام يا سلام. ومع الأسف قبل لا ينتهي الشوط الأول في الوقت البدل الضايع العين يتلقى الهدف الثاني بعد، يعني مستحيل، يعني ثرو واحد طاف كل هذا، والله ما يصير. وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم دبل حصن 2-0 على العين. ومع مشجع الأم العيناوية مع الأسف بعد الشوط الأول أبدا ما كان في حد متوقع هذا السيناريو. دبل حصن في آخر تقريبا 5 دقائق يسجلون هدفين ويتقدمون بالنتيجة. شو رأيك باللي صار؟ اللي صار والله ما نعرف كيف كذا فجأة قلبوا علينا دبل حصن، جول ورا بعض. وإن شاء الله بالشوط الثاني نسوي ريمونتادا نقلبها عادي 5-3-4. وابتدى الشوط الثاني على بركة الله. يا الله يا رب وفق العين، يعني صراحة حرام العين يضيع 3 نقاط في كل مباراة، وكل مباراة ونقاط سهلة تضيع، حرام. أتمنى أن العين يرجع في الشوط الثاني. 45 دقيقة يمديهم يسجلون مش هدف ولا هدفين ولا 3، يقدرون يسجلون 4 بس يركزون شوي. تعليق كاكو يضطر انه يمرر بهذه الشكل او بهذه الطريقة، والكرة وبعد مرور أول 10 دقائق العين يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق سفيان رحيمي. هل العين راح يرجع؟ ما نعرف والله، خلنا نشوف ونتابع. دقيقة 55 العين يسجل هدف تقليص الفارق. يا ساتر، العين ممكن فلاديمير إيفيتش عطى كلمته بين الشوطين واللاعبين قاعد يطبقون الكلام بالحرف الواحد. إلى بندر بتسديده والكرة تصطاد والعين يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 79، ولكن مع الأسف يلغى بداعي التسلل. أو كرة منقولة للمحاولة، ملعوبة عرضية خطيرة، التعادل، نعم التعادل فعل. لو مو بتلغي هدف، لو تلغي مليون هدف، العين بمن حضر. العين يلعب وناقص 1 ويرجع. هذه شخصية العين، هذه الشخصية اللي ما حد عنده إياها إلا نادي العين. هني يوم أنت تسمي عمرك زعيم، هذا الزعيم، زعيم الإمارات، زعيم آسيا. العين يرجع بهدف ثاني، وبإذن الله الهدف الثالث جاي إن شاء الله. كورة حلوة، كورة جميلة، رغم أن في هدفين تم إلغاهم، ولكن العين يرجع ويعود، والعين يضع بصمته. 3-3 ندور إلى بيركوندي. توني كنت أقول أي تمريرة واحدة دفاع العين ينضرب. سبحان الله، الهجمة اللي بعدها العين ياكل أو يتلقى الهدف الثالث. والله تعبنا أقسم بالله، حتى فرحة التعادل ما تمت. مع الأسف هزيمة، يعني أنا صراحة ما توقعتها في بداية المباراة، وقبل المباراة صراحة ما كنت متوقع هذه الهزيمة. كنت متوقع أن العين راح يقدر أنه يعني يفوز على الأقل في هذه المباراة. ما همتني النتيجة يا أخي، ما همنا النتيجة، بس نبغى نفوز، بس نبغى 3 نقاط يا أخي، على الأقل نقطة واحدة. والله حرام يا أخي دبل حصن، مع كامل احترامي لهم. يا أخي أنت العين، يا أخي اتذكر أنك العين يا أخي. العين قبل يوم كان يدخل المباراة يسلمون النقاط من قبل لا تلعب المباراة. ال3 نقاط انت كانت موجوده عندك بالجيب، انت كنت تلعب بس عشان انك تمتع جمهورك. الحين لا انك تمتع جمهورك ولا ايضا يعني انت قادر تجيب نقطه واحده، مش قادر تجيبها.
خسارة مع الأسف صرنا متعودين عليها. العين في هذا الموسم قاعد يتلقى هزائم كبيرة وكارثية من جميع البطولات. نرجع ونقول يا أخي كنا في بطولات كنا نقدر نشرف الوطن ببطولات كثيرة، ولكن مع الأسف سوء ممكن نقدر نقول إدارة في استقطاب اللاعبين، واللاعبين بنفسهم يابوا آسيا ونسوا أنفسهم، نسوا أنهم العين، نسوا أنهم قاعدين يلعبون في نادي كبير نفس العين. الله أعلم. نتجه للمكسدون نسأل اللاعبين ونشوف شو اللي صار بالضبط. وصلنا للمكسدون بانتظار قدوم اللاعبين والمدربين. يعطيك العافية كابتن، ألف مبروك، فوز كبير، فوز مهم، فوز ممكن يبعد نادي دبل حصن عن درجات الهبوط. كيف استعديتوا لهذه المباراة؟ مباراة صعبة أمام نادي العين. والله أول شيء الحمد لله، يعني نعرف نلعب ضد فريق كبير، فريق نادي العين. كلاعبين احنا كنا عاقدين العزم باش نقدموا كل ما عندنا للنادي ونحاولوا نقتلعوا يعني نقاط الفوز. حسابيا حتى شيء ما تلعب، حسابيا مازلنا قادرين نضمنوا البقاء. المأمورية مش سهلة، لازم كل مباراة نلعبوها بالروح هذه بالقتالية هذه باش نجموا معناها نلحقوا على الفرق اللي فوقنا إن شاء الله. إن شاء الله كابتن، إن شاء الله الحين العيد قادم، بعد العيد هل راح تكونوا نفس الفورمة ولا كيف الفورمة راح تتأثر بعد العيد؟ لا الحمد لله، يعني قدمنا مباراة ممتازة، نحاولوا نبنيوا على النقاط الإيجابية، نحاولوا نصلحوا. ديما عندك ما تصلح يعني في كرة القدم، نحاولوا نصلحوا النقاط اللي ما مشاتش اليوم، ونحاولوا نقويوا نقاط القوة اللي عندنا، ونحاولوا نشتغلوا على أرواحنا، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. First Park, hard luck on today's match. Al-Ain fans were waiting for this match to win at least and get the 3 points, and they can get the chance to qualify for the Asian Cup. What were like the major facts or the keys that made Al-Ain lose today? First of all, it's very difficult to play one player less. Two games we had a red card, but can happen. But we need to focus from the first half. We play a little bit relaxed first half, I think, but second half we changed our mentality and we play very well in the second half. We need to keep play like this kind of attitude, and I think very important our next game we need to win. Park, also we saw that Al-Ain, most of the goals that Al-Ain are receiving are like any through pass, like any pass, long pass, it is hitting the defense of Al-Ain. Like the defense of Al-Ain, it's being weak and weak game by game. What is this, like what is happening? I think we like one player less was difficult to defense, and also we did our defense shape, but we didn't work well. This our shape, and I think coach prepared everything, but players think have to be what we prepared, and we need to improve like this one. First, congratulations on today's win. It's a big win against a team like Al-Ain team, a big team. How did you prepare for this match? Well, like every other game, go aggressive, try to counter, try to keep possession, try to score goals as many as we can, and also try not to concede. But today, I think it was a difficult game against a top opponent, and I would say congratulations because we had to take the 3 points, which was much needed. Also, like the first goal you scored, the foul, the free kick, like how did you like see that there is a small space that you can put the ball there and score the goal? Well, I think in that short distance, with my shoot, I think I have a strong shoot. So I think
there you don't have to try to play technique because you never know. It's a short distance, the ball might go up or something. But if you shoot there, you know the goalkeeper, you don't have time to react, and this is what happened. Luckily, also with the deflection, it was a goal. So like power, you say that power is the key. No, not power is the key. Sometimes technique to work, but I think there it was just power, and then let's see what happens. First of all, Eric, hard luck. العين, like العين fans really needed that game to be a win, to be conceded with the 3 points. What happened to العين? Yeah, in the first half we started with the control of the game, and we take one goal, and they also had the car in semi moment, very difficult, but in this moment the game changed. And we suffer a lot after we receive another goal. And in the second half, we fight until the end. We try, but like I spoke before, it's very difficult season. We needed to show our mentality, our character, to be better and to work for this logo. Eric, also like we are seeing game by game that any pass in the middle, like in the middle of the defensive line, and also like in the middle of the center midfielders are passing through, like it's going and being a hard attack for the opponent. What is happening with this issue? No, for me, we control the game until they had the car, and we received the head car in one counter-attack. Diba take our team without organization, and in counter-attack we receive a head car. Also, second goal, someone shoot the ball and the number 9 touch, and we don't cover good and receive a second goal. But for me, in second goal, we try with one tactic, and we lost one player, and we don't close this space, and we received the second goal. We need to change the mentality fast to understand the game, to learn what happened in the game, and okay, we need to improve. It's very difficult season, but we start to do our the best always, and we need to take good results. يعطيك العافية كابتن، وألف مبروك على هذه النتيجة، هذا الفوز الكبير أمام نادي كبير نفس العين. كيف استعديتوا لهذه المباراة كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية نبارك لشيوخنا وحكامنا وشعبنا حلو عيد الفطر المبارك. الله يحفظ بلادنا، يحفظ الأمن والأمان. الفريق يعني جهزناه من فترة طويلة، والفريق جاهز ويلعب مباريات جميلة، لكن كنا بس مفتقدين الحظ. اليوم رب العالمين كتب لنا التوفيق، إن شاء الله يعني مجتهدين، أمامنا مشوار طويل، إن شاء الله يكتب لنا التوفيق ونكون سبب سعادة أهل دبا الحصان. كابتن، في الدور الأول كنتوا ما شاء الله ند كبير، وكنتوا تقدرون تحققون الفوز أمام العين في أرض العين. اليوم في ملعبكم نحن شفنا أن دبا الحصن كان ند قوي أمام العين، ويعني قدر أنه يفوز حتى رغم أن العين رجع بالتعادل في الأوقات الأخيرة يعني. فكيف يعني أنتوا عديتوا اللاعبين خاصة نفسيا؟ يعني أغلب اللاعبين ممكن يكونون مثلا متوترين أو خايفين ياخذون التعادل وهدفين وراء بعض. دائما إذا رمت تتغير العقلية، عقلية الشخص الخاسر المنهزم مفروض ما تكون موجودة. نبذل مجهود، واللاعبين ما مقصرين، متعاونين. يمكن أنا قلتها دائما قبل المباراة في التصريح، تكلمت أن أنا عندي محاربين. أنا لما أقول عندي محاربين ترى أنا ما ياسع أجامل أو شيء، أنا أشوف من المحاربين في الملعب. المحاربين كانوا في مباراة الجزيرة، المحاربين اللي عقب ما خسروا من الجزيرة 1-0 ضربة جزاء دقيقة 95 دخلوا غرفة الملابس يبكون أن كيف إحنا نخسر المباراة، المفروض كنا نفوز فيها. فبين أن اللاعبين هذيل عندهم طاقة، عندهم انتماء، عندهم حب للنادي هذا، والله يكتب لنا إن شاء الله الخير، ونقدم كل شيء يسعد أهل دبا إن شاء الله.
يعطيكم الف عافيه على المشاهده، ووصلنا لختام الفيديو. اتمنى انكم استمتعتوا حتى لو بالقليل. طبعا المشجعين اللي ما يشجعون نادي العين هم مستانسين. المباراه كانت صراحه جميله، يعني انسى انك انت تشجع نادي العين او انك تشجع نادي دبي الحصن. المباراه كانت جميله جدا، ويعني نحن ما شفنا مباراه بكم الاهداف هذه. نرجع لموضوع العين. العين صراحه يحتاج الى تبديل في جميع أو أغلب المراكز اللي موجودة، خاصة الدفاعية. دفاع العين أصبح هزيل جدا. أي تمريرة بينية لو أنها كانت يعني عرضيات أو أنها أرضية، مع الأسف العين أي هجمة قاعد يتلقاها قاعد تكون خطيرة عليه. أغلب الهجمات شفناها حتى قبل الطرد أن يعني كلها تمريرات بينية تخترق الدفاع. هذه المشكلة وايد كبيرة الصراحة، ولازم يتم حلها في أسرع وقت. يعني دفاع العين السنة اللي طافت أو الموسم اللي طاف كان أفضل عن هذا بكثير وبمراحل. يعني كان في تصلب دفاعي، كان في قوة خشونة، كنا نشوف اللاعبين ما في ولا كورة تطوفهم وكلهم مصحصحين. ننسى الدوري، كان في دوري أبطال آسيا هالموسم ولا بطولة مع الأسف في هالموسم ولا شفنا أي خشونة في الدفاع، ولا أن الدفاع مركزين ومصحصحين، لا في الدوري ولا في كاس رئيس الدولة ولا في كاس أديب ولا في كاس القارات. أبدا أبدا. يعني العين أصبح شكله الدفاعي سيء جدا جدا. فالله يعين العين، على الأقل بس نبغى يعني نتأهل لكرسي دوري أبطال آسيا اللي هو على الأقل المركز الثالث. نتمنى من إدارة العين يركزون في النقاط ضعف هذه وفي الأماكن اللي العين لازم يجيب لاعب ثاني بديل أو يستقطب لاعب أجنبي لهذا المركز. يعطيكم الف عافية على المشاهدة، أتمنى أنكم استمتعتوا حتى لو بالقليل. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، ترى ما بقى شيء على 900 وما بقى شيء على 1000. وقبل لا أختم الفيديو، كل عام وانتم بألف خير، ويا الله يا رب عسى يعيدها كل سنة وكل حول، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. معاكم حمدان من قناة السير باندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد سعيد.